على النمط الأدبي البديع، ليس على النمط الآخر. تجد جواذب في قلبك إلى هذه الناحية أكثر من غيرها، تشدك هذه الناحية، تبعث فيك حب هذا الكلام، كأنه يعطي الشرعيات، يعطي النص الشرعي من القرآن والسنة، يعطي الوحي، يعطي حقه بعذوبة الكلام وجزالة اللفظ. هذه اللي نريدها نحن نريد فصاحة الطبع، مو فصاحة الكلمة تكلفها اليوم، فصاحة الطبع، طبعه فصيح. مثل الإنسان طبعه سخي، حتى لو ما عنده فلوس سخي، إذا حصل عنده فلوس فرقها. كذلك طبعه فصيح. حري متى ما سمع كثير. اليوم الوسائل، أنا اللي ينظر معي إلى وسائل تعريم اللغات في العالم، كثرة السماع وكثرة القراءة وكثرة الكتابة وتلوين، تفنن في سماع ألوان الكلام، غناء وشعر ونثر وخطاب سياسي وخطاب أدبي، وأيا كان. كيف تصل اللغات إلى ذاكرة الناس وتسرع إلى محفوظاتهم وتبقى فيهم زمنا لا تنسى. هكذا مثل اللغات اليوم كيف سهلت للناس اليوم، سهلت الناس لأن الأساليب فيها متنوعة. هكذا فلو عاش الإنسان زمنا ردحا من الزمن يسمع هذا الشعر ويسمع كلمات العرب المعايشة لهذا الزمان، المماذقة لألوان هذا العصر وركب الشباب هذا الذي متى ما هززت طبعه أنتج ولمع في عالم الأدب. فقط نريد منه أن يخوض هذا الجانب ويبحر فيه ويجتهد شيئا من الاجتهاد، شيئا بسيطا من الاجتهاد، حتى يصل إلى رتبة اللسانيات التي فقدناها. وأنا أقول لماذا نحرص على هذا الجانب؟ ليش حريص أنت على الجانب الفصاحة؟ إذا فصح اللسان اعتدل الطبع، اعتدل الذكاء واعتدل التفكير واعتدل المزاج. لأن إذا يراعي قانون الكلام وكل شيء بالكلام. وفي الحديث أن الجوارح كل يوم إذا أصبحت ترجو اللسان، تقول نحن بك، إذا صلحت صلحنا وإذا فسدت فسدنا. هذا نحن بك في اللسان، تقول حق اللسان، يعني الجوارح، اليدان والرجلان والقدمان والعينان تقول للسان نحن بك. كل هذه الشحمة هذه التي بين فكيك هذه تصنع ما تصنع. اليوم تستغرب أنت هذا الخطاب اليوم في أوروبا التي لا دخل لها لا في البيان ولا البلاغة ولا أوروبا عايشة على الخطاب، أمريكا عايشة على الخطاب. أمريكا 300 عام ما في ترجمة رئيس مر عليها، لا في أيام حروبها الأولى وتأسيسها، لا في أيامها إلى أيامنا هذه تعيش على الخطاب، آمالها في الخطاب. الناس يعيشون على الخطاب، ونحن أهلكنا الخطاب، أفسدنا الخطاب وضيعنا. صارت دولتنا ومجتمعاتنا وتوجيهاتنا وكلها في غاية التخليط والتضييع بسبب سوء الخطاب. لا يعرف أين يوجه وأين ينزل هذا الخطاب. إذا فسد الخطاب. قانون الفصاحة قانون إنساني، ما هو قانون عربي ولا قانون لاتيني ولا قانون إنساني. هكذا. فنحن حول الشكر النعمة، ولا زلنا نحرك في خواطر النفس ميلها إلى الأدب والاستقامة، في أحسن كلام من توجيهات الوراق رحمه الله في قوله: أراني إذا ما ازددت مالا وثروة وخيرا إلى خير تزيدت في الشر. أراني على أدبي وعلى كثرة مجالي واقتنائي وذخري للفنون، العلوم الإنسانية، إذا ملت إلى جانب الثراء والمال وخط عالم الأسواق زاد فيني جانب الشر. وإذا كنت على مذهبي ومشربي القديم الذي أحبه وأتيه وبحث فيه الناس واستنزلوني عليه واستنزلهم عليه، كل هذا رجعت إلى طبعي السليم.
وإذا رجع مرة أخرى إلى الأسواق فسد الإنسان، وإذا رجع إلى عالم الأدب والمجالس صلح الإنسان، وهكذا وهلم جرا. هذا مثل ما يقول بعض أبو الهلال العسكري، يعني هو إنسان هذا من شدة مبالغته في الأدب ويقول جلوسي في سوق أبيع واشتري دليل على أن الرجال قرود. جلوسي في سوق أبيع واشتري دليل على أن الرجال قرود. هو يقصد أن يترك صنعته الأصيلة، أن تسمع مني وأسمع منك. المأمون في آخر أيامه قالوا له: ما وجدت من لذة الدنيا؟ أنت جمعت الثراء والملك والسطوة والقوة وكل شيء والثقافات وترجمت الكتب، صنعت ما لم يصنعه أحد من العالمين. قال: والله ما وجدت في الدنيا ألذ من مناجاة الرجال في الأدب. أحلى من هذا ما في. من ثم كانوا يقولون أن الحاكم من يلي أمر المسلمين يجب أن يكون ذو طبع أدبي محب للعلم. يعني إذا لم يكن صاحب علم محب للعلم، يعني لا يخلي يومه من مباحثة العلماء، يجالس علماء وأدباء وأهل حكمة وأهل ثقافة وصلاح، يباحثوا في أمور الدنيا، لأنهم هؤلاء الذين ينعتون الدنيا كما ينبغي، يعطون الحياة حقها ويقربون الصورة للحكم عليها بأبلغ عبارة، وثم يذكون الأسماع ويراعون المشاعر على حسب الرتب في الحياة، ويستنزلون الصعب ويكشفون الغطاء عن الحقائق ويقوون الأخلاق أمام من بيده الأمور ومصائر الأشياء. فإما أن يكون عالما أو متأدبا أو يحب هذه النواحي، أما لا هذا ولا هذا مصيبة، مصيبة عويصة. أما الشغل الشاغل طول النهار من السوق والرحلات ومش عارف إيش والسفر، وهذا البشر لا تصلح بهذه النواحي، إنما تصلح هي بالآداب وحسن التأتي